مكان متميز مبدع كالعاده، سعد محمد سعد الموجود في مدينه نصر، شارع هشام لملم. عايزه اقول لكم على حاجه، ناس كتير قوي قعدت تسالني الموبيليا من دمياط ونجيب على الابيض ونقفل ونعمل تشطيب على حسب امكانياتنا. في الحقيقه بعد ما سالت كام حد من اللي احنا صورنا معاهم على الخشب الابيض في دمياط، لقيت ان الاسعار ارتفعت جدا. لما جيت عملت كومبير مع مستر سعد وسالته على الاسعار، قال لي يعتبر احنا بنبيع بنفس السعر اللي هو خشب على الابيض مع كواليتي عالي جدا، جوده في ماتيريال الاقمشه مع الازاز والمرايات والحاجات اللي هم بيحطوها سواء ستانلس مستورد. فبالتالي قررت ان انا اقول لكم على السر الخطير، ان انتم هنا يعتبر البرايس بدل ما توجعوا دماغكم وتروحوا دمياط وتجيبوا وتشطبوا وتتعبوا، هتلاقوا هنا اسعار مميزه جدا. بلس كمان مستر سعد عامل خصم لمتابعينا كبير 20% على اي حد هيجي يشتري اي معروضات موجوده في فرع مدينه نصر او سبوت مول الموجود في التجمع الخامس. يلا بينا نتفرج على كل. طبعا دايننج روم مميزه جدا، هتلاقوا اختلاف جامد جدا ما بين المودرن والستانلس، عاملين شغل عالي جدا. الكراسي بتاعتها زي ما انتم شايفين معانا، في فرق ما بين الحاجات العاديه والتشطيب والفينش بتاعها. بلس كمان هم لو انتم بتتكلموا هتلاقوا في حاجات هم عاملينها في الضلف، ان بيكون في زي الماجنتيك، فبالتالي لما بتيجي بتقفل بسهوله، مش ممكن الازاز يتكسر او حاجه. بياخدوا بالهم من كل حاجه بالنسبه للعميل. ده شكل السفره المتميزه. اسعار السفره هنا بتبدا من عندهم من اول 50,000 فيما طالع، على حسب المساحه اللي انت عايزاها وعلى حسب التشطيب والقطع اللي انت عايزاها. هل متاح بعض القطع؟ نقدر ننسق مع اداره المعرض ونشتري. بصوا يا جماعه، الصالون ده كشمير، ذوقه تحفه جدا. الترابيزه بتاعته بلس بقى ان في حاجه مميزه، الصالون ده ديفرنت، يعني هو 7 قطع. كنبه كبيره، السوفا الكبيره دي 3 مقعد، والسوفا الصغيره مقعدين، و2 ارم تشير بس كبار، لونه تحفه جدا. عايزه اقول لكم كمان معاه يعني تشير صغير كده وكنبه مقعدين، فهو يعتبر 7 قطع بالترابيزه الموجوده، وعليه سبيشال اوفر موجود هنا في فرع مدينه نصر. السعر بتاعه هيعجبكم جدا، وهتبدا اسعارنا زي ما اتكلمنا من اول في الصالونات 50. هتلاقوا حاجات كتير قوي مميزه. الكابيتونيه حلو جدا، القماش بتاعه زي تقريبا جلد مشحم تقريبا، وملطعم بالستانلس، وزي ما قلت لكم فيه خصومات هنا. الطقم ده مميز جدا. احلى حاجه في سعد محمد سعد ان احنا لما بنشتري حاجه مش مجرد بنشتريها، لو في اي حاجه هم بيفضلوا متواصلين معانا، عايزين نعمل ابديت لحاجه، عايزين نجدد، عايزين نعمل اي حاجه، ده متاح. الستيل. وعايزه اقول لكم صالون سعره حكايه، وهو كله جميل جدا جدا جدا. الصالون ده عليه سبيشال اوفر موجود ب 36,000 جنيه في فرع مدينه نصر، شارع هشام لبيب. بصوا بقى، الصالون معايا مكون من 2 كنبه واربعه سوري 2 كنبه و2 كرسي. تمام، شوفوا الشغل بتاعه حلو جدا، والترابيزه ممتاز ممتاز، وشكله حلو قوي للناس اللي بتحب الحاجات الستيل متطرب بالفضي الخفيف مع الذهب الفرنساوي، حاجه كده قمه في الشياكه. اللون بتاعه اللي هو يعتبر جنزادي شويه او بترولي، حاجه جميله جدا 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 بجد يا جماعه. يعني الصالون ده ما يتسابش. مدخل متطعمه كلها بالنحاس، الشغل بتاعها يعني يعتبر عتيق، متطعمه كمان بقرصه رخام من فوق، شكلها حلوه جدا لاي انترانس في فيلا كبيره، بس جميله جدا. وفي بعض الناس ممكن تاخد حاجات زي كده وتعمل كراسي كابوتونيه وتحولها لسفره. واليونيك الاوضه دي حاجه سو بيوتيفول، جميله جدا جدا جدا. تعتبر من الحاجات الستيل اللي هي متطربه بالفضه او متطعمه بنقول عليها كده. السرير بتاعها كابوتونيه، لون مش البيربل بس، يعتبر بيربل غامق شويه، بس جميله جدا ومميزه، وسعرها كمان مميز جدا. انا مش هقول لكم كل الاسعار علشان تيجوا انتوا تتفرجوا، لان انا مهما احكي لكم على كميه الكوليكشن الموجوده والتناغم ما بين الستيل او المودرن والحاجات اللي انتوا حابين تكون بيوتكم بالشكل اللي انتوا حابينها، لا انتوا تيجوا سعد محمد سعد وهتتفرجوا وهتعرفوا تختاروا الحاجه اللي دي. تعتبر كده حاجه رويال، حاجه ملكي، تطعيم ذهبي مع اللون البيج. عايزه اقول لكم فكره السرير خطيره جدا، حاجه كده يعني حدث ولا حرج، حاجه كده الواحد لما ياخدها
وعايزه اقول لكم الاسعار اقسم بالله مقارنه بدمياط بعد ما تروحوا وتجيبوا بقى على الابيض وتقعدوا توجعوا دماغكم في التشطيب وما يطلعش زي ما انتوا عايزين، هتلاقوا الاسعار بعد خصم ال 20% اللي مستر سعد عملها لمتابعين قناه انت ناجحه، هتلاقوا الاسعار جميله جدا وهتتبسطوا منها. هنا في فرع سعد محمد سعد الموجود في مدينه نصر، بكر عليكم تاني وهسيب لكم اللوكيشن في اول كومنت. الصالون ده هو 4 فوتيه بس خطير جدا، شكل القعده اللي هي كابوتونيه مع القماش المطرز من فوق سعره حلو جدا وعليه سبيشال اوفر. الفرع الموجود هنا يا جماعه هو 5 ادوار، تقدروا تختاروا حاجات كتير قوي وتقدروا كمان تنسقوا مع اداره المعرض على السبيس، المساحات اللي عندكم، على القطع اللي انتوا حابينها، اي حاجه في خيالكم، اي حاجه حابين تعملوا منها شكل مصغر، عايزين تاخدوا منها قطعتين، عايزين منها ترابيزه، هنا اداره المعرض هتقدر تساعدكم في دوت. اكتشاف مبهر، فرع سعد محمد سعد، ما تنسوش مدينه نصر، شارع هشام. السفره دي جميله جدا، ولو احنا بنجيب على الابيض هتبقى هي على الابيض بحوالي 40,000 مثلا على الابيض، ولو حطينا حته الرخامه هتعمل لها حوالي 6000 جنيه، ولو شطبنا كابوتونيه هنصرف كام، ولو عملنا الشغل بتاع الدهانات ده وفي نفس الوقت احنا بناخد وقت ومجهود، وممكن جدا الحاجه اللي احنا بنروح نجيبها على الابيض ما بتطلعش حلوه. بعد تجربه ناس كتير ان هي بتجيب العفش وتقفل على ايدها، بتقولك ما بيطلعش الحاجه حلوه وساعات بيضحك علينا في الخشب. سعد محمد سعد مش هتلاقوا النقطة دي موجودة اطلاقا، لان انت بتاخد عراقة وبتاخد خشب متين جدا وبتاخد خشب زان وبتاخد حد بيصدر كمان بالبراند بتاعه لوتشي، فانت بتاخد حاجة مضمونة جدا. شوفوا فكرة الرخام اللي هو على البوفيه مع الترابيزات مع الكراسي، في تناسق وتناغم راقي جدا. زي ما قلت لكم فكره التقفيل على الابيض مش سهله. القاهره انصحكم تيجوا الفرع ده، هتلاقوا فيه حاجات كتير جدا، لو بنعمل كومبير في الاسعار هتلاقوا ان الحاجه هنا تعتبر بسعر التكلفه الحقيقيه. الكونسوله دي بصوا تحفه جدا، اسمها السبت، دي حاجه كده مميزه جدا لاي مدخل شقه وسعرها حلو جدا، والتبتين بتاع التدهيب بتاعها واخد البني شويه مع الذهبي، شكلها حلو قوي وجميله. بس يا جماعه عايزه مكان كبير، بس شكلها تحفه جدا. لو انتوا هتيجوا تسالوا عليها، كونسول مميزه جدا وقطع كتير زي ما انتوا شايفين معانا. السرير بتاعها كبير، شكله حلو قوي ان هو بايت فيه الكومود. عايزه اقول لكم كمان التسريحه شكلها لطيف قوي بالبيبي لايت. البانكت ده بصوا فيه ميكانيزم متميز قوي، لو احنا هنعين الشوز او الشنط بتاعتنا او المفارش، متينه وشكلها حلو قوي، فكرتها جديده ومتطعمه بالستانلس برده من بره زيها زي الاوضه. الدولاب بقى عجبني قوي، ان بقى في حاجه انت اول ما بتفتحي في بيبي لايت بينور من جوه. الخشب يعني متين جدا، لو اتشعلقنا فيه حاجه طبعا مميزه، بيفصل بعد شويه وينور. بصوا في خليه، طبعا دي حاجه جميله قوي. الضلفه الثانيه انا بفتح لكم برده عشان تشوفوا كل القطع. شفتوا فكره البيبي لايت بالخليه دي متميزه. الادراج بصوا متبطنه للحاجات اللي هي مثلا المجوهرات بتاعتنا او كده. زي الحاجات التركي، بصوا بتلف عشان لو انتوا حابين ان انتوا تلغوها او لو حابين ان انتوا تشوفوا نفسكم. كمان بصوا فكره العلاقات اللي هنا زي تركيا، لو احنا هنعلق الكوت بتاعنا او هنعلق الجاكيت بتاعنا او الروب في الاوضه، حاجه مميزه جدا ومستوى مميز جدا جدا من الاساس، ونجم عالم الاساس والفرنتشر سعد محمد سعد.